السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدة وانا بغيت ندير حلقة على التعليم في المغرب، ولكن هاد الاضرابات اللي كاينه حاليا هي اللي جعلتني نبدا نجمع المعلومات على هاد القطاع وهاد الفئة من الموظفين المغاربة. اولا علاش هاد الحلقة؟ على الارجح غادي يكون عندكم في العائلة ديالكم شي ولد ولا بنت تغيب تقريبا 4 ديال الاسابيع على الدراسة بسبب الاضراب اللي كانوا دايرين الاساتذة، وكلنا تسالنا علاش تحرموا هاد الوليدات من الدراسة، شكون اللي كيتحمل المسؤولية؟ واش اللي دايرين الاضراب يعني الاساتذة او الدوله اللي ما تجاوباتش مع هاد الاضرابات؟ من جهه اخرى فاحنا كنهضروا على الاضراب اللي كاين في واحد القطاع حيوي ومهم، وفي نفس الوقت كيشكل واحد الوزن كبير من الناحيه الاقتصاديه. هذا الشيء غادي نكتشفوه انطلاقا من الارقام اللي كيتعلق بهذا القطاع. بالنسبه لوزاره التربيه الوطنيه فمخدمه 210,918 موظف، كيشكلوا 37.3% من الموظفين المدنيين ديال الدوله. هادو كاملين كيكلفوا الدوله 40.85 مليار درهم في السنه، وكيجيو من بعدهم الموظفون ديال وزاره الداخليه اللي كيكلفوا 31.2 مليار درهم، وديول الدفاع اللي كيوصلوا ل 39.4 مليار درهم. اجور ديال قطاع التعليم يمكن يكونوا اكثر من 40.85 مليار اللي ذكرت، الى عرفنا بلي المتعاقدين واللي العدد ديالهم 140,000 كيتخلصوا من الميزانيه ديال المعدات اللي بلغات في قانون الماليه ديال 2023 مبلغ 21.2 مليار درهم، وماشي من ميزانيه التسيير ديال وزاره التربيه الوطنيه. وزاره التربيه الوطنيه كتستحوذ على 37.50% ديال الاجور المدنيه في المغرب بدون اخذ بعين الاعتبار الاجور العسكريه. بعد ما عرفنا الحجم ديال هذا القطاع، السي المدير غادي يشرح لكم علاش داروا الاضرابات، واش الامر كيتعلق بامور ماديه يعني الاجره او امور اخرى. الاحتجاج بدا نهار 5 اكتوبر من هذا العام، واللي كيصادف اليوم العالمي للمعلم اللي تنظمت فيه وقفات احتجاجيه. المحتجين انتقدوا فيها وزاره التربيه الوطنيه وطلبوا فيها الوزير بن موسى بالرحيل. وما نساوش النقابه التعليميه الاربعه اللي وقعوا على اتفاق 14 يناير من هذا العام 2023، واللي كيتعلق بالنظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربيه الوطنيه اللي وصفوه بالفضيحه. اذا الفيلم كله كيدور على النظام الاساسي ديال الموظفين ديال قطاع التربيه الوطنيه. اسمح لي دابا السي المدير نشرح لك بعدا اش كيعني اولا النظام الاساسي بصفه عامه، عاد ندخل نفصل لك النظام الاساسي ديال الموظفين ديال قطاع التربيه الوطنيه. شوف المدير، الموظفين اللي خدامين مع الدوله عندهم اطار قانوني واحد كيأثرهم اللي هو النظام الاساسي العام للوظيفه العموميه، واللي تصدر في عام 1958 باستثناء القضاة والعسكريين ومهنيي الصحه وهيئات متصرفي وزاره الداخليه. هادو عندهم انظمه خاصه بهم. كاينين موظفين اخرين اللي بحكم الطبيعه ديال الخدمه ديالهم يقدر تكون عندهم انظمه خاصه اللي فيها مقتضيات مخالفه لهذا النظام الاساسي. كنهضر على الموظفين ديال السلك الدبلوماسي والقنصلي الى اخره. ومن بين هادو كاينين ايضا رجال التعليم. اذا رجال التعليم بحال كاع الموظفون ديال الوظيفه العموميه كيحكمهم القانون الاساسي ديال الوظيفه العموميه، ولكن يقدر يكون عندهم نظام اساسي ديالهم خاص بهم، يمكن تكون فيه مقتضيات مخالفه مع المقتضيات اللي كاينه في النظام الاساسي للوظيفه العموميه. دابا فهمنا كالسي المدير. دوينا دابا على النظام الاساسي ديال رجال التعليم اللي كان قبل والنظام اللي كتدور عليه الاحداث دابا. شوف السي المدير، بناء على هذا الشيء اللي قلت، الا بغى شي قطاع من هذوك القطاعات اللي مستنيين من النظام الاساسي انهم يديروا او لا يخلقوا النظام الاساسي ديالهم، فخاصهم ينشروا مرسوم كيتعلق بهذا النظام. بالنسبه لرجال التعليم فكنفرقوا بين جوج الفئات من حيث الاطار القانوني اللي كيحكم التوظيف ديالهم. كاينه الفئه الاولى اللي هما رجال التعليم المرسمين في الوظيفه العموميه، كيتخلصوا مباشره من وزاره الماليه وعندهم مناصب ماليه، والهيئه اللي كتخلصهم هي الخزينه العامه للمملكه عبر واحد المديريه تابعه ليها كتسمى اولا معروفه سابقا بالبي بي ار، ودابا ولات التسميه ديالها هي دي دي بي. الفئه الثانيه هما المتعاقدين اللي كيتعتبروا اطر تابعين للاكاديميات وضفتهم هذه الاكاديميات بموجب عقود، وهي اي الاكاديميات كتخلصهم من ميزانيه المعدات، بخلاف الاولين اي المرسمين اللي كيتخلصوا من ميزانيه التسيير ديال وزاره التربيه الوطنيه. مزيان، الفئه الاولى كيحكمها النظام الاساسي ديال الوظيفه العموميه، واللي منها خرج النظام الاساسي ديالهم. كاين النظام الاساسي اللي تقاد في 1985 ثم تبدل بالمرسوم ديال 2003، واللي بدورو تبدل بالمرسوم ديال 2023 اللي كتدور عليه القصه حاليا. الفئه الثانيه كيحكمها النظام الاساسي الخاص باطر الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين اللي تصدر في 2019، وكل اكاديميه عندها نظام خاص بها. الاختلاف كاين في الجهه اللي كتوقع على العقد ديال التوظيف. الا كان الاستاذ خدام في جهه سوس ماسه مثلا، فاللي كيوقع العقد هي الاكاديميه ديال سوس ماسه مع المتعاقد. طبعا بعد ما شرحنا هذه الفئات والانظمه الاساسيه اللي كتحكمها، نمروا دابا لهذا النظام الاساسي الجديد. وزاره التربيه الوطنيه وعلى راسها التكنوقراطي بن موسى جابت نظام اساسي جديد اللي غادي يلغي كاع الانظمه اللي ذكرت
وغادي يوحد النظام الاساسي اللي غادي يحكم رجال التعليم في المغرب، سواء كانوا موظفين ديال وزاره التربيه الوطنيه او اطر الاكاديميات اللي كنطلقوا عليهم بالمتعاقدين. هذا النظام الاساسي كيدخلهم كاملين تحت التسميه الجديده ديال الموارد البشريه. هذا النظام الاساسي تم الاتفاق عليه في 14 يناير من هذا العام اي 2023 بين وزاره التربيه الوطنيه والنقابات، وتنشر في الجريده الرسميه عدد 7237 بتاريخ 9 اكتوبر 2023، واصبح ساري مفعول. وهنا غادي يبدا المعقول. مباشره بعد دخول النظام الاساسي حيز التنفيذ غادي يبداو الاضرابات ديال رجال التعليم اللي يعبروا على الاستياء ديالهم منه. نسبه الاضراب كتوصل ل 90%، وتقريبا المؤسسات التعليميه العموميه كلها واقفه. نمروا دابا للنقاط الخلافيه اللي كاينه بين الوزاره وبين المضربين. بمعنى اخر، اشنو هما الحوايج اللي ما عاجبينش المضربين من هذا النظام؟ اولا كاين المشكل الكبير اللي كتدور عليه القصه كامله، واللي هو الزياده في الاجور. الساده الاساتذه كيقولوا بلي هذا النظام الاساسي ما حققش لهم اي زياده في الاجور، وباللي ما كايناش واحد العداله اجريه الى قارنا مستوى الاجور ديالهم مع المستوى ديال باقي القطاعات. الاستاذ ديال التعليم الابتدائي والاستاذ ديال التعليم الاعدادي كيبداو الكارير ديالهم بنفس الاجر الصافي اللي كيوصل تقريبا 4678 درهم. هذا الاجر الصافي هو اللي كيدوز لهم الحساب البنكي ديالهم، في حين ان الاستاذ ديال التعليم الثانوي كيبدا باجر صافي كيوصل ل 5431 درهم، وهادو كلهم كيدخلوا الوظيفه بالاجازه او ما يعادلوه. المشكل كاين اولا في الاجر الهزيل باش كيبداو هاد الناس، سواء كانوا اساتذه ديال التعليم الابتدائي ولا الاعدادي او الثانوي. زيد عليه المشكل الكبير اللي هو التدرج من رتبه الى رتبه اخرى او الترقيه من درجه الى اخرى. نشرح لكم. بعد ما كيدخل الاستاذ الوظيفه كياخذ واحد الاجر كيبدا من 4678 درهم بالنسبه للاستاذ كما قلنا الابتدائي او الاعدادي، وباجر كيوصل 5431 درهم بالنسبه للاستاذ ديال الثانوي. هاد الاساتذه عندهم ثلاثه ديال الدرجات اللي هي الثانيه ثم الاولى ثم الممتازه، وداخل هاد الدرجات كاينين رتب اللي كتمشي من رتبه 1 حتى رتبه 13 في بعض الاحيان. الزياده في الاجور كتكون يا اما بالانتقال من رتبه الى اخرى او من درجه الى اخرى. كيفاش؟ هاد الاساتذه مع مرور الوقت كيتدرجوا في الرتب داخل الدرجه فاش كيتواجدوا، وفي نفس الوقت كيتزاد لهم شي حاجه في الاجر ديالهم. هاد الزيادات كتكون يا اما تلقائيه، وهذا اللي كنسميوه بالترقيه البطيئه، وهي كتعتمد على الاقدميه. الاستاذ كيدوز عدد معين من السنوات في واحد الرتبه معينه كينتقل تلقائيا للرتبه المواليه، وهكذا دواليك، او عن طريق الاقدميه والتنقيط اللي كتعطي الاداره للموظفين ديالها. الاساتذه اللي عندهم نقاط مزيانه دغيا كيطلعوا وما كيتعطلوش في الرتب، وهنا كنهضروا على الترقيه المتوسطه او السريعه. ولكن التدرج بين الرتب ما كيعطيش زيادات مهمه في الاجر، داك الشيء قليل. اشنا هو المعمول؟ اذا الحل هو الانتقال من درجه الى اخرى، ولكن حتى هذه ماشي كلشي يقدر يستافد منها لانها خاضعه لمجموعه من الشروط. اولا خاص الاستاذ يكون دوز 6 سنين ديال الاقدميه ونجح في امتحان الكفاءه المهنيه، ولكن المفاجاه انه خاصو يكون عنده الحظ باش يطلع من بين 14% من العدد الاساتذه المرشحين انهم يدوزوا هذا الامتحان الكفاءه. النقطه الخلافيه الاخرى هي ديال المتعاقدين اللي كيطالبوا منذ مده انه يتم الترسيم ديالهم في الاسلاك ديال الوظيفه العموميه. الوزاره كتقول بلي هاد المتعاقدين ولاو مرسمين مع الاكاديميات، في حين انهم اي المتعاقدين كيقولوا بلي بغاو ترسيم مع الوزاره والادماج في الوظيفه العموميه ماشي مع الاكاديميات، وباللي مازال كيتخلصوا في الميزانيه ديال المعدات، وان الاكاديميه ممكن في اي لحظه تخلى عليهم بحل المعدات الى ولات قديمه، وهذا الشيء ما كيساعدهمش على الاستقرار الوظيفي اللي كيتعتبر من اهم العوامل ديال النجاح الوظيفي. كيفاش انت بغيتي واحد استاذ يعطي ما في جهده في التدريس وهو اصلا كيحس بعدم الاستقرار؟ ايضا هذا النظام الاساسي زاد نقاط اخرى، الماده 15 اللي كتعلق بمهام جديده كتعطى للاستاذ بالاضافه الى الخدمه ديال التدريس اللي كيديرها. الاستاذ وفق هذا النظام الجديد ملزم انه يقدم الدعم النفسي والاجتماعي ويدير انشطه تتعلق بالحياه المدرسيه الى اخره. كاين ايضا الاشكاليه ديال التعويضات التكميليه اللي منحها هذا النظام الاساسي لعينه معينه من مدراء مفتشين واساتذه مبرزين ومستشاري التوجيه والتاطير، في حين انه تم اغفال الباقي ومنها هيئه التدريس. التعويض اللي ممكن ياخذوا الاساتذه هي منحه القيمه ديالها 10000 درهم سنويه، ولكن خاص يكونوا كيقريو في مؤسسه عندها الشاره ديال مؤسسات الرياده، وهي مؤسسات زايده نغزى على المؤسسات التعليميه الاخرى من حيث الوسائل المتوفره والبرامج التعليميه الى اخره. النقطه الخلافيه الاخرى كتعلق بالعقوبات اللي جا بها هذا النظام الاساسي. الماده 64 من هذا النظام جاب عقوبات تاديبيه في 4 ديال الدرجات، كاين الانذار والتوبيخ والحذف من لائحه الترقي والاقصاء المؤقت من العمل مع الحرمان من الاجره والخصم من الراتب، وتقدر توصل للعزل او الاعفاء بالنسبه للمتمرنين. كاين ايضا المطالبه بتحسين الاوضاع ديال الاساتذه من ناحيه توفير العتاد اللازم للعمل من اقلام واوراق ودفاتر نصوص بالاضافه الى تسهيل التنقل. كانت هذه الاصدقاء ديالي النقاط الخلافيه اللي كاينه بين الساده الاساتذه ووزاره التربيه الوطنيه. نتمنوا ان الطرفين توصلوا في اقرب الاجال لحل يرضيهم بجوج ويرجعوا الوليدات ديالنا للمدرسه ويستنفوا الدراسه ديالهم. دمتم بود، وهذا المدير الاقتصادي يحييكم. السلام عليكم.